بدك البلد ملفظك. هو انا قلت حاجه يا بابا؟ انا بسال حضرتك، ما دام عمي رجع انت هترجع عميل مخزن تاني؟ ما هو سؤال بايخ. انا مش عارف عمك زاهر ناوي على ايه، وحتى ما كانش تسمح اني اساله سؤال زي ده. ما هو كمان مش معقول بعد ما كنت بدير الشركه كلها ان ارجع للمخازن تاني. كل اللي قاله عمك هو بيوصلني انه الحاله تفضل زي ما هي يومين ثلاثه. يعني شو مش هترجع تاني؟ ترجع فين؟ دي في غيبوبه، لا حد عارف جات لها منين ولا هتخرج منها ازاي. يعني زي ما تكون ماتت كده؟ بعد الشر. ادخل اوضتك يلا، بدك البلد كلامك. انا قصدي يعني مين اللي هيورث العز ده كله بعد عمر طويل؟ ادخل اوضتك يلا، قول من قدامي. حاضر. صحيح، مين اللي هيورث العز ده كله؟ شروق، أنا السبب، أنا السبب، أنا اللي عملت فيك كده يا بنتي. ايه زاهر مالك في ايه؟ أنا السبب، أنا السبب، أنا اللي عملت في بنتي كده. واحد الله يا سعادة البيت. اهدى يا زاهر عشان خاطري اهدى. يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني كنت عملت الكوخ ده، يا ريتني كنت اتشليت. بعد الشر ما تقولش كده، ده انت مؤمن بالله لازم ترضى بقضائه. ونعم بالله، ونعم بالله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر لطفك بينا يا رب، لطفك بينا يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. جرى ايه يا سي سعداوي؟ قصدك ايه؟ كل يوم هتصبح عليا بالسؤال ده؟ زاهر بيه راجع امتى؟ ما اقصدش يا سعاده البيه والله. لا تقصد، وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، يقطع لسان اللي يقول كده يا سعاده البيه واولهم انا. طب ايه راي سعادتك بقى ان جميع الموظفين والعمال في المصنع بيجيبوا سيره سعادتك بكل خير؟ طب ايه راي سعادتك بقى بيدعوا لك اخر دعوه؟ والله يدعوا لي ولا يدعوا عليا مش مهم، المهم ان الشغل يطلع صح. دي امانه في رقبتي لغايه ما يرجع صاحبها. دي فلوس ناس يا عالم، فلوس ناس. ربنا يكون في عون سعادتك. اي والله. زاهر، ايوه احلام. وبعدين في قعدتك دي انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، بتقعد في المكتب بالساعات وانت قافل الباب عليك، طول الليل داير في الفيلا كأنك بتدور على حاجة. أنا خايفة عليك يا زاهر، أنا ماليش حد غيرك دلوقتي. أنا كنت فاكرة أنت اللي هتقف جنبي وتخفف عني. غصب عني يا احلام. ما تعذبش نفسك، ارضى بقضاء الله. زاهر، أنت لازم ترجع الشغل. ما اقدرش. لازم تقدر، لازم تسيب جو البيت ده وتشتغل. الشغل هو اللي هينسيك. ينسيني؟ ينسيني شروق؟ ما هو عشان خاطر شروق وعشان خاطري لازم تخرج من الحالة اللي انت فيها دي. لازم تقول الحمد لله ومن قلبك. لازم تشتغل. زاهر، صدقني الزمن والشغل هما اللي هيساعدوك. احاول يا احلام.
يعني لو اشتغلنا كويس على الخط الجديد الانتاج هيزيد 30%. سلامتك. ده السبيل. ده السبيل. تعالى تعالى بقى، يلا تعالى نروح، تعالى نروح. خير يا اخويا، اول ما قالوا لي انك عايزني جيت لك على طول. اقعد يا راضي. انا عاوزك يا راضي. انا تحت امرك. انت اخويا، ومش الاقي احسن منك ائتمن على مالي. حسك في الدنيا يا اخويا. انا مش ناوي ارجع الشغل تاني. مفيش لا هدف ولا امل ولا دافع. زاهر يا اخويا، انت لازم تشتغل. انا نويت ارتاح خلاص. انا مش عاوز حاجه من الدنيا. انا هسلمك اداره كل حاجه، المصنع والمزرعه، كل حاجه. بس ده حمل كبير عليا قوي. انت قده يا راضي. انا بعد ما رجعت من السفر الكل كان بيشكر فيك، العملاء، الموظفين، كلهم. انا واثق انك هتمشي الحاجات دي كلها زي واحسن مني كمان. قلت ايه؟ اللي تشوفه، وربنا يقدرني اكون عند حسن ظنك. خلي بالك، ممكن زاهر يرجع في كلامه في اي وقت. انت كل اللي معاك تفويض عام، حق اداره. لا، يبقى لازم اعمل حساب الثمن. لازم اعمل لي قرشين في الدرة، والخير كتير ومحدش هياخد باله. انت دلوقتي الكل في الكل. الاول اطوي سعداوي تحت جناحي. زاهر بيثق فيه، وسعداوي عنده الاستعداد يحط ايده في ايدي. ألف ألف مبروك يا سعادة البيه. الله يبارك فيك. قافل الباب. تحت أمرك يا بيه. يا انسه، مش عايز حد يخش عليا مهما كان السبب. اقعد يا سعداوي. ما يصحش يا بيه. بقول لك اقعد يا واد. الله الله، طلع من بق سعادتك زي السكر يا فندم. تحت أمرك يا بيه. اسمع يا سعداوي، انا عايزك تفتح ودانك على 90 درجة وتفتح مخك على 180 درجة. جاهز يا بيه. احنا بنبتدي النهاردة عهد جديد في المصنع، عايزينه يعلى واحنا كمان نعلى معاه. طبعا كل واحد له اسلوبه. انا ليا اسلوب وزاهر له اسلوب. طبعا يا بيه، امال ايه؟ انت مدير عام للمصنع مش كده؟ طبعا يا بيه، امال. انا مش عايز مدير عام للمصنع، عايز دراع يمين. جربني سعادتك. من غير ما اجربك، انا مدسوق بفهم الناس كويس. ها، قلت ايه؟ معايا ولا عليا؟ معاك يا بيه، معاك. معاش اللي عليك ده ابدا. نبتدي اللعبة، قصدي الشغل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. في ايه يا بيه؟ ايدك اهي. الف سلامة على سيادتك. تعبان شويه. لا الف سلامة على حضرتك. على مهلك. على مهلك يا بيه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الف سلامة عليك يا بيه. يا ست هانم، يا ست هانم، الحقيقة يا ست هانم. يا ساتر يا رب. زاهر، مالك يا زاهر؟ زاهر، تعال. شكرا الله سعادتك. شكرا الله سعادتك. شكرا الله سعادتك. شكرا الله سعادتك. شكر الله سعادتك. شكر الله سعادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شد حيلك بيه في حياتك. في حياتك الباقي. ساعتكم بيه مشكور. خلاص عفوا الله مسكون. السلام. ايه ارتاح. ايوه ارتاح. زاهر الله يرحمه كان متعلق ببنته جدا، ومن يوم الحادثه وهو في النازل. فعلا. على العموم البركه فيكم وشد حيلكم. كله على الله. افتكر من الواجب نعزي المدام برضه. اتفضل. خليها في حياتك، شد حيلك.
هاني، احلام هاني، الاستاذ برهان عاوز يعزيك. شد حيلك يا مدام والبركه فيكي. متشكرة. طب بعد اذنكم. اتفضل. شاكرين قوي. علي ده واجب. وبعدين بقى يا احلام هانم، هتفضلي ساكته كده؟ صدقيني الكلام هيخفف من احساسك بالحزن. هتكلم اقول ايه؟ مفيش اي كلام ممكن يعزيني بزاهر، ده كان كل حياتي. هو لسه في حد؟ لا خلاص. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. وده كلام، احنا اهل. انا ماليش حد غيرك دلوقتي. وبعدين بقى على اذنك. عم زاهر ابو شروق، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمه. مساء النور يا بنتي. احلام هانم موجوده؟ موجودة يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا ست هاني. ايوه يا معطيه، في واحده ست عايزه حضرتك. اهلا وسهلا. الباقيه في حياتك طيب؟ حياتك الباقيه. حضرتك مش فاكراني؟ انا وفاء صاحبه شروق. وفاء؟ انت وفاء؟ دي وفاء يا معطيه. اهلا يا حبيبتي، بسم الله ما شاء الله، كبرت يا ست هاني. تعالي تعالي في حضني، ده انت وحشاني وحشاني قوي كده برضو يا وفاء. كل السنين دي وما تسأليش علينا. تعالي تعالي اقعدي جنبي. شروق عامله ايه دلوقتي يا طنط؟ زي ما هي. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، خلصت دبلوم تجاره، بشتغل سكرتيره بنك. ولسه بترسمي برضو زي زمان؟ لا خلاص، ما بقاش في وقت الرسم يا طنط. وباباك يا حبيبتي؟ بابا تعيش انتي. الباقيه في حياتك، البركه فيكي. وفاء، انا عارفه انك مالكيش حد، ممكن تعتبريني زي والدتك. اي حاجه تعوزيها انا تحت امرك. بابا بابا بابا، خير خير، ايه النتيجة ظهرت؟ ايوه ظهرت، النتيجة ظهرت وانا نجحت، ابنك بقى محامي. الحمد لله، ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك. أيوة كده فرحان يا عم احنا اي خدمة. خلاص يا بطل، من بكرة تيجي معايا المصنع وتستلم شغلك مدير الإدارة القانونية. مدير الإدارة القانونية؟ حتة واحدة بس أنا ما عنديش خبرة. لا أخاف، أنا أخاف. وأنت هتعمل حاجة؟ ما تخافش، معاك محامين ومستشارين. وأنا هبقى مدير كل دول. مش كده وبس، من بكرة أنت دراعي اليمين. تسمع بقى يا دراعي اليمين، تسمعني؟ أسمع إيه؟ قصدي افهمني، موقف المصنع ايه من الناحية القانونية؟ موقف المصنع من الناحية القانونية بالغ التعقيد. انت هتعقدها من الاول. لاحظ يا بابا اننا قدام حالة فريدة من نوعها، حالة شروق. مالها؟ هي مش هتورث مش كده؟ لا تورث. الله، دي يا ابني ولا بتسمع ولا بتتكلم ولا حسب حاجة. أنا عارف كل ده، بس برضه من الناحية القانونية ليها في الميراث.
هي عايشه بوسائل صناعيه. انا عارف، ولذلك رحت استشرت اكبر محامي في البلد. تصور الاستشاره عنده ب1000 جنيه. 1000 جنيه مش واسعه شويه دي؟ ها المهم قال لك ايه المحامي ده؟ قال لي ان حاله شروق بالظبط زي حاله جنين مات ابوه وهو لسه ما اتولدش. في الحاله دي بيتحجز نصيبه في الميراث باعتباره ولد، واذا طلع بنت نص نصيبه بيتوزع على باقي الورثه، والنص التاني بيبقى في ايد الوصي يسلمه له لما يبلغ سن الرشد. وشروق هنحجز لها نصيبها، وبعدين نرفع قضيه ونقدم للمحكمه مستندات تقول انها عايشه في حاله غيبوبه مستمره، وانه لا امل اطلاقا في عودتها للحياه الطبيعيه، ونطلب توزيع نصيبها على باقي الورثه. لا الحل ده مش هينفع. لا مش هينفع ليه؟ لان ما اقدرش ارفع قضيه اطلب فيها اعتبار شروق ميته واحلام موجوده. اظن تبقى بايخه. دي تبقى بايخه جدا. وبعدين هو في حل. اللي هو ما انا اضطريت اروح لمحامي تاني وطلبت استشاره، يعني 1000 جنيه كمان. خد الفلوس اللي دفعتها من الخزنه وخلصني. ها قال لك ايه المحامي التاني؟ قال لي نحجز نصيب شروق في الميراث ونرفع قضيه قوامه ونطلب تعيين حضرتك قيم على نصيبها. اهو الحل ده ممكن، والتركه كلها تبقى بتاعتنا. التركه كلها تبقى بتاعتنا ازاي؟ وباقي الورثه؟ باقي الورثه مين؟ مين هم؟ احلام اللي عايشه في دنيا غير الدنيا ولا شروق؟ ها باقي الورثه مين يا عم؟ مش جايز يطلع لنا حد في السكه من تحت الارض يبوظ كل حاجه. ايه الكلام الفارغ ده يا استاذ؟ في مدرستي انا ده تسيب يا استاذ عبده يا مرزوق. استغفر الله العظيم يا حضرة الناظر، تسيب مرة واحدة؟ امال بتسميه ده ايه يا استاذ عبده يا مرزوق؟ ده راديو يا حضرة الناظر. راديو؟ وبتاع مين الراديو ده يا استاذ؟ بتاعي انا يا حضرة الناظر. بتاعك؟ وجايبه هنا ليه يا افندي يا محترم؟ اصل يا حضرة الناظر الاذاعة الصبح بتذيع برامج للاطفال جميلة جدا، تصور حضرتك حواديت في منتهى الرقة والذكاء. بتسمع التلامذة حواديت يا استاذ؟ انت مدرس لغة عربية ولا مدرس حواديت؟ يا فندم اللغة العربية دي لغة الجمال والخيال، وبعدين الحواديت دي بتزرع فيهم قيم أخلاق. بتزرع ولا بتقلع يا أستاذ؟ أنت محول للتحقيق، وإياك أشوف الراديو ده هنا تاني. الراديو قال وحواديت قال، ما شاء الله، ناقص تجيب لهم لب وحمص، مدرسين آخر زمن. عقليات متحجرة. نعمل ايه يا اولاد؟ حضرة الناظر بتاعنا عايش في نهاية القرن ال18، لكن ما تقلقوش، انا هروح التحقيق واقول كل حاجة وهجيب الراديو تاني. عايش الاستاذ عبد المنصور، عايش الاستاذ عبد المنصور. بس يا سيدي خد الراديو وقال لي انت بتحاول على التحقيق. بس اعمل له ايه؟ هو ده الاستاذ عبد. اتفضل. الخير يا عبدو بيه. اهلا وسهلا يا والدي، تحت امرك. أنا جاي تسمع كلمتين على انفراد. على انفراد؟ أيوه لو خير. اتفضل. أنا أقدم لك نفسي. اتفضل. أنا بيوم فضل بيومي، زميل أخت حضرتك هبة في الشركة. حضرتك زميل اختي هبه في الشركه؟ أيوه. جاي طالب القرب منك. نعم؟ طالب ايه؟ بعد إذنك يعني. طالب القرب في اختي هبه؟ ايوه. طب تعالى بس كلمني، انت مالك اعصابك متوتره ليه؟ اعصابك متوتره ليه؟ انت طالب القرب من اختي انا هبه؟ ايوه. واحنا مش يا راجل روح شوف لك مستشفى تعالج فيها، ما تقرفنيش. انت بتعمل زعلك ايه؟ طلبك مرفوض يا والدي، طلبك مرفوض، اتفضل. راجع نفسك يا اخ عبده. اراجع نفسي انا عليك. واختك هبه بنحب بعض. يا دي النيل عليك وعلى يومك، انت وهبه اختي بتحبوا بعض؟ ايوه. ايوه. طب اتفضل بقى توكل على الله، اتفضل. لا انا قاصر ولا هبه قاصر، بيك هنتجوز غصب عنك هنتجوز. تعالى لي بقى علشان انا هرد عليك عملي دلوقتي.
هبه هبه ايه مالك يا عبد؟ مفيش حاجه يا ام هبه. في ايه؟ في ايه؟ دقيقه واحده. هبه يوه هبه ايه يا اختي؟ هو الراجل قال له ايه؟ تعالي هنا. يوه حاسب الطبق هيقع. تعالي هنا. ليك كمان نفس تاكلي؟ سيبك ايدك ده ورد عليا عدل. في ايه؟ ما انا برد عليك عادي، في ايه؟ كمان بتردي عليا؟ يوه امال ما ردش عليك؟ وبعدين انت شايل مني كده ليه؟ سيبك من اللي شايله واللي حاطه دلوقتي. انا عايز افهم ايه حكايه الراجل العجوز المكركب اللي جاني المدرسه ده النهارده. عجوز مكركب؟ ايوه الاستاذ بيومي فاضل بيومي. هو الاستاذ بيومي فاضل بيومي جالك النهارده؟ يا بنت السهوكه دي. ايوه جاني النهارده. سهوكة ايه؟ ده زميلي في الشغل. ومش مكسوفه تقولي زميلك في الشغل على واحد هيخرج على المعاش اخر السنه دي؟ لا بقى، ده فاضل له سنتين ويطلع على المعاش. شوف ازاي. ايه الحكايه يا ابني؟ الهانم بنت حضرتك بعتلي راجل عجوز مكركب عشان يطلب ايدها. عريس استني ياما، هو كل حاجه عندك قولوا له على طول كده؟ مش تعرفي ايه الحكايه الاول؟ حكايه ايه؟ عريس وتقدم لبنتي. عارفه العريس ده عنده كام سنه؟ على حد قولها يبقى عنده 58 سنه ومش مكسوف على دمه وجاي يطلب بنتي يا دوب كملت 19 سنه الاسبوع اللي فات. اولا ده مدير اداره في الشركه، يعني ماهيته فوق ال 700 جنيه، وعنده شقه وعربيه وحساب في البنك، يعني هم ما يتلم. ده انت اللي هم مبعطر ومغرق الدنيا. عايز تتجوزي واحد اكبر منك ب 40 سنه؟ يا عبدو الجواز شحيح اليومين دول، وبعدين الراجل ده مش هيكلفك اي حاجه. فيه الخير. اسمعي بقى يا نسا، اولا الراجل اللي يتجوز واحده وما يكلفش اهلها حاجه هي نفسها بتبقى ما تسواش عنده حاجه. ثانيا جوازك ومصاريفه انا اللي متكفل بيهم. ثالثا الاستاذ بيومي فاضل بيومي زمانه في الاسم بيعملوا له محضر. يا لهوي محضر ليه؟ انا وثلاثه زمايلي مدرسين من اللي بياكل لحمه كل يوم ردنا عليه رد عملي. ده رد العريس يا عبدو. ده راي هيئه التدريس وبالاجماع. يعني انا الحق عليا اني بعت لك عريس غني يشرفك ويشرفني وما يعوركش ماديا؟ بنت مين اللي قالك لما الناس تبيع بناتها يبقى عندها شرف من اصله؟ يا عبدو فهمني. اللي افهمه ان زي ما جوزت اخواتك وسترتهم ربنا هيقدرني وجوزك انت كمان. عايزه تدفني نفسك بالحياه مع واحد قد ابوكي ليه؟ استني لما يجي شاب من دورك، وعلى ما يجي الشاب ده اتفضلي حضري لي الغدا. عبدو نعم تعال عايزاك. حاضر. بتنح عليه اتفضلي. خير يا ام؟ ليه كده يا عبدو؟ ليه ايه؟ تطير عريس لقطه ليه يا ابني؟ انا ما طهرتوش يا اما، هو اللي بعد العلقه طار لوحده. يا عبدو يا ابني ده انت لسه لحد دلوقتي بتسدد في اقساط اخواتك البنات اللي اتجوزوا، يعني الديانه حوالينا من جميع النواحي. ما تقلقيش يا ام، انا لها. هي مين؟ هي مين ايه يا ام عبده؟ انا لها يعني انا قدها وقدود. يوه يعني هتعيش متعذب طول عمرك كده يا عبدو؟ يعني اهرب من نصيبي يا اما. يا عبدو يا ابني ده انت على ما تجوز هبه وتحوش عشان تتجوز تكون طلعت معاش. وانا في ايدي ايه يا اما؟ عندك عروسه ابوها يرضى يجوزها لي بالتقسيط المريح؟ ما انت مش عايز تدي دروس خصوصيه يا عبدو. يعني اتغني انا يا اما وافقر جنبي 100 عيله من الناس الغلابه اللي عايزه تعلم ولادها، يبقى حرام ولا مش حرام؟ يا ابني العيشه كل مدى ما بتغلى، يعني هيجي علينا يوم ونبيع عفش البيت. وماله يا اما؟ لما ابيع عفش بيتي احسن ما ابيع لحم يا اما. منك يا دي الواد ودماغك الناشفه، الواد ده هيجنني. اتفضل. ده دي حاميه؟ ايوه. حاميه قوي؟ ايوه. ما تزعليش مني يا ابني. مش زعلان. مش زعلان؟ هتقول مش زعلانه كده؟ مش زعلان. لا كده مش زعلانه. بكره تشكريني لما تعرفي ان انا انقذتك من نفسك. ممكن بقى تفضلي على اوضتك؟ ليه؟ عايز اعرف اكل. مكشره لي كده ليه؟ فكيها. ايوه كده. صباح الخير يا ست ام عطيه. صباح النور يا سماح.
اهلا وسهلا. صباح الخير يا احلى معاني. صباح النور. عامله ايه يا مرات عمي دلوقتي؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك 5 دقايق؟ خير؟ مش احسن ندخل نتكلم جوه؟ اللي تشوفه. اتفضل. اتفضل. ام عطيه، انا مش مستريح للناس دول. هنعمل ايه يا عيد؟ احنا في ايدينا حاجه يا ابني؟ ربنا معاها. ده اعلام الوراثه. وده قرار من المحكمه بتعيين بابا قيم على شروق. انا عارف يا فندم انه دي حاجات مؤلمه ومحزنه بالنسبه لك، لكن هنعمل ايه؟ الحياه لازم تستمر. مش ممكن نفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده الناس تطمع فينا وتاكلنا. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نحمي ثروه اخويا اللي عملها بتعبه وعرقه. ولا انا غلطان؟ لا ابدا. ده ميزانيه المصنع ودي ميزانيه المزرعه وده حصر شامل للتركه راضي، انت عارف ان انا طول عمري كنت عايشه تحت جناح زاهر، كنت عايشه في ظله، انا كنت معتمده عليه في كل حاجه، يعني لا بفهم في الميزانيات ولا في الحسابات. اطمني انا فاهم. انت طبعا اخوه، ماهر ابن اخوه، يعني مش هأتمن حد اكتر منكم. اطمني يا فندم، ان شاء الله هنكون عند حسن ظن حضرتك. انا كل اللي عايزاه اني اعيش مستوره لغايه بعد الشر. الف بعد الشر عليك يا مرات عمي. متشكره يا ماهر، المرحوم كان بيعتبرك زي ابنه. الله يرحمه. اللي اهم مني ومن اي حاجه شروق. مالها؟ عايزاك توعدني قدام ربنا اللي شايفنا دلوقتي انك تفضل تدفع لها فلوس المستشفى. طبعا يا فندم، دي شروق في عينيا. ثم ان ده من حقها يا مرات عمي. بس هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه، تبيعوا وتشتروا، انتوا احرار، وانا واثقه انكم هتعملوا اللي يخلصكم من ربنا. اطمني يا احلى معاني، من ناحيه شروق اطمني تماما، اما من ناحيتك فانت ارمله اخويا، ده واجب عليا قانونا وشرعا واخلاقا. حددي حضرتك عايزه كام من الفيلا وانا تحت امرك. وفي حاجه تانية، انت عارف طبعا ان انا من وقت للتاني بزور شروق. ما تشيليش اي هم يا فندم، كل حاجه هتفضل زي ما كانت في الاول واحسن كمان. متشكره قوي يا راضي، ريحت قلبي. في حاجه تانية؟ لا خلاص يا فندم. طيب استأذن انا لاني تعبانه شويه، طبعا البيت بتكون. طبعا. ايه ده؟ جرالك ايه يا بابا؟ ايه؟ ازاي توافق على طلباتها بالسرعه الغريبه دي؟ طلبات ايه يا غبي؟ هي فين الطلبات دي؟ طب مش كنا نستنى الاول لما نشوف الحاجات دي هتتكلف قد ايه؟ ملايين. يعني الفيلا دي لو صرفت 1000 جنيه في الشهر هيكونوا ايه؟ 12000 جنيه في السنه. ايوه، طب والمستشفى بتاعت امريكا دي؟ قول 12000 دولار. يعني لما تحسبها دي على دي هتلاقي حاجه تافهه جدا. وبعدين ده من حقهم ان كان شروق او احلام. يا بابا فهمني، سعداوي ده بقى خطر. بلاش كلام فارغ يا ماهر. يا بابا صدقني، سعداوي بيلعب بديله من ورانا. انا عارف. عارف وساكت. انا مش ساكت، انا براقبه كويس، وساعة ما هيقع مش هرحمه. طب انا بقول ايه يا بابا؟ احسن حاجه بقى ترفده وتخلص منه.
ارفده مين يا غبي؟ انت فاكر مساعداوي ده عيل ولا برياله؟ ده عقر تربيه الصفه. هو حضرتك خايف منه ولا ايه؟ انا مش خايف منه هو، انا خايف من المستندات اللي تحت ايده. مستندات؟ طبعا انا متاكد انه سعداوي عنده مستندات تورطني وتورطك عشان يلعبنا بيهم، ولو عملت زي ما بتقولوا رفدته هيودينا في داهيه. مستندات؟ مستندات زي ايه؟ تهرب ضريبي، تهرب جمركي، غش تجاري. ما تنساش انه هو عارف كل اسرار شغلنا. وجايز ما عندوش مستندات بالمره. لا عنده. سعداوي لمح لي اكتر من مره انه عنده ورق وورق كتير. سعداوي مش غبي. ايوه، والعمل يا بابا؟ سيب سعداوي عليا انا، هخليه يلف الحبل حوالين رقبته وساعتها هيقع من نفسه. مسألة وقت، والوقت في ايدينا. أنا آسفة جدا يا فندم، طنطاوي بيه مشغول دلوقتي، ممكن تكلمه كمان نص ساعة. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أي خدمة؟ أنا في ميعاد بيني وبين طنطاوي بيه دلوقتي. اتفضل. ماهر راضي مش كده؟ مظبوط. دقيقة واحدة. اتفضل. خمس دقايق بس يا فندم، طنطاوي بيه مع رئيس مجلس الإدارة على التليفون. استناه. وماله؟ تحب تشرب ايه؟ شاي ولا قهوة؟ متشكر، أنا شربت خلاص. مش فاهمة. أنا شربت أحلى شربات في العالم. ياه، في العالم؟ وشربت الشربات ده فين؟ هنا. الحقيقة طنطاوي بيه عرف يختار السكرتيرة اللي تخلي العميل ما يتعاملش غير مع البنك ده. أنا متشكرة قوي يا ماهر بيه على المجاملة الظريفة دي. لا صدقيني دي مش مجاملة. بس أنا مضطرة أعتبرها كده. هو حضرتك بتشتغل هنا من زمان؟ من سنة تقريبا. ومرتاحة هنا؟ جدا. لو حبيتي تغيري مكانك لمكان أحسن أنا تحت أمرك. متشكرة قوي. خدي ده الكارت بتاعي فيه عنوان الشركة بتاعتي. غريب قوي انك لسه لغايه دلوقتي. أيوة يا فندم. خلي ماهر بيه يتفضل. اتفضل يا ماهر بيه. يزيد فضلك.